لما تيجي انت كزوج تناقش زوجتك وهي غضبانه، انا هقول لك كانك جايب بص ورق كده، مناديل، ورق جرايد، بتحاول ان انت تفتح وتتصفح الجريده في يوم عاصف ممطر يعني في يوم عاصف ممطر انت اللي هتتبهدل. الست وهي غضبانه ما بتبقاش محتاجه اكتر من الدعم والطبطبه فقط. الست وهي بتحكي مشكله، انا بديكم مفاتيح بقى، الست وهي بتحكي مشكله ما بتبقاش محتاجه اكتر من ان هي حد يسمعها. عاده 95% ما بتبقاش عايزه حلول، هي عندها الحل جاهز، وهي لما بتتكلم الحل بيجي في دماغها بالتلقائي، ففقط نسمعها. لكن لما تيجي مثلا تقول لك ايه، اصلها ما يهمهاش في الدنيا الا الماديات والفلوس واولادها والكلام ده، ايوه لان هي هم ده هي شايلاه، هي شايله هم اولادها، هم مصاريفهم، هم كذا. لكن يعني المراه المال ولا المشاعر؟ المشاعر. كنا عملنا السؤال دوت من 3 سنين فاتوا، وعايزه اقول لكم كل الرجاله كاتبه المال والوسامه والعضلات ومش عارفه وايه، وكل الستات كاتبه الكلمه الطيبه، الطبطبه، المشاعر، الحب. عشان اقرب ما بين وجهات النظر محتاج ان انا افهم الانثى صح. فلما اجي اكلمك على الانثى الغضبانه، اولا اعرف سبب الغضب ايه. ده انا بكلمك انت، انا لسه هكلمها، اصبروا عليا. الاول وانا بكلمك انت بقول لك انت اعرف سبب غضب الانثى ايه. هل سبب غضبها امر جاي منك انت؟ هل هو سبب خارجي جاي عنها مثلا؟ السبب الخارجي دوت فعلشان كده هي غضبت. اعرف المسبب والمثير للغضب وامنعه، ده رقم 1 لو هو خارجي. طيب لو هو داخلي منها، هي نفسيتها وهي عقلها وعندها نقص في المعلومات وعندها نقص في المفاهيم والمسامات عندها كلها خطأ، طب ما نصحح، ما نجدد وعي ونصحح. معرفة السبب الغضب ذات نفسه 90% من الحل، معرفة سبب الغضب 90% من الحل. طيب كيف اتعامل معاها وهي غضبانة؟ ولا كلام. طب تمام لما تهدي، طب بس تعالي هعمل لك، طب اعمل لك شاي، طب بس يلا طب وطي صوتك من فضلك عشان ما ينفعش يبقى الحوار بالشكل ده، بأدب وبذوق. لكن انت ازاي ويا بنت مش عارفه وتشحشوا في نفسك، وازاي انت تعملي وتعلي صوتك عليا وعلى سيدك، ده انا كنت لك احمد ربنا معيشك باللقمه، ده انا مأكلك ومش كل الكلام ده جبهت عاصفه، انت اللي خسران فيه. الموضوع بسيط، مش صعب، بسيط، بس اعرف ازاي ان انا ادير الموقف وازاي انا اتعامل معاه بصوره صحيحه. ده رقم 1. رقم 2، طيب لو هي الامر من عندها هي اصحح معلومات ما فيش، يعني هو الفكره بس الناس بتزهق. لكن انا لما اجي اقول واذكر 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 واذكر، طب مين الراجل اللي يجيب طقطان؟ عشان كده ارجع بقى في مربعك واتكلم الانثى. هو اللي انت غضبانه منه ده، السبب ده يستحق حرقه دمك؟ لا. طب السبب اللي انت غضبت منه ده يستحق انك انت تهري نفسك وتعملي؟ لا والله، ولا يستحق حرقه الدم ولا النكد ولا الاكتئاب ولا دواء الضغط ولا السوء ولا القصص دي. طيب الموقف ده كان ممكن معالجته ازاي؟ ب1 2 3. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اللي واقف يقعد واللي قاعد ينام واللي مش كده وراح يتوضي غير المكان، اقفل الموضوع ونتعلم. مش عيب يا جماعه، واحفظوا الجمله دي عني، مش عيب ان انا اقول والله انا دلوقتي غير مستعده عقليا ولا نفسيا ان انا اناقش المشكله في وقت الغضب ده، فانا استاذنكم ممكن لما نهدى ونتكلم على الموضوع بصفه افضل من كده. هو ده الصح. يبقى اخترت وقت، عالجت المثير ذات نفسه، اجلت الحوار طالما انا مش قادر. احنا قلنا مرحله اتخاذ القرار هو وقت الغضب بعيده ما بتعرفش تاخد قرار، فلا ما ينفعش واخد قرار اندم عليه بعد كده، او اخد قرار يبقى ضرره متعدي عليا وعلى اولادي او على اسرتي في المستقبل، ده غلط. النقطه بقى الثانيه الجميله اللي احنا حابين نتكلم فيها، فهم المراه كقاموس. ليه الموضوع سهل. بحر هي موجه زي ما انت شايف ساعات زي الموج اللي ورانا ده هادي، ومره واحده تبص تلاقيه طالع 3 متر 5 متر، لكن الاعماق بتاعها جواهر او وحوش، يعني حاجه مبهمه. لكن احنا لنا بايه؟ لنا بالامور، بالاتفاقيات يا جماعه.